قد يفقد الواحد منا بوصلته ويضيع في دروب الله، يشعر بأنه ضائع ويتقلب بين جوانب الحياة للوصول إلى الحقيقة. يريد الوصول سريعا، يتكبد العناء ويشعر بأنه تائه، يوشك أن يقول وصلت إلى الحقيقة، فيتفاجأ بأنه فقد الطريق. إنها الحياة يا سادة، ليس فيها طريقا إلى الوصول إلا عبر الله، ولا يوجد أمل إلا بالله، ولا سبيل فيها إلا من الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء بحثا عن الطريق وعن القبلة التي سيتعبد فيها إلى الله، فيقول له الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قبلة ترضاها، الله سبحانه وتعالى لن يختار لك طريقا وقبلة فقط، بل سيختار لك قبلة ترضاها وطريق ليس فيه إلا الخير لك.